السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. اتمنى قبل ما اقول الفيديو بتاعي النهارده اللي ما اشتركش في قناتي يشترك وتشجعوني ان شاء الله، واتمنى دعموا الانتساب القناة عشان نستمر معاكم بإذن الله. حبايبي بصوا بطياتي. النهارده عايزه اقول لكم على حاجه مهمه قوي. ليه الناس خايفه تشتري كتاكيت؟ الاسعار يا جماعه نزلت جدا جدا جدا. الناس خايفه تجيب كتاكيت خوفا من التربيه في الشتاء. لو ان التربيه في الشتاء من احسن التربيه اللي انت تربيها لكتاكيتك في الشتاء. اولا بتدفيهم، مفيش احتباس حراري. في وصفات مهمه جدا بنعملها. الكتكوت ما شاء الله يكبر معاك بسرعه البرد. بص عايزه اقول لك، الناس خايفه تشتري الكتكوت الجميل ده عمر يوم. هقول لك ليه. لان هي بتقول لك هاخده وهيبرد مني وهيموت مني. ابدا يا اختي، ده انا هقول لك على الطريقه المظبوط والتربيه المظبوط، وازاي تدفيهم وازاي تحافظي عليهم وتاخدي انتاج فوق مما تتخيلي. اللي خلي بالك ده بط رمضان باذنك يا رب، ربنا يدينا العمر والصحه ان ربنا قدر لنا البقاء. البطاية دي بإذن الله على رمضان ده بط شرفين. تبقى بالظبط احسبي من دلوقتي لمدة 50 يوم تبقى البطاية عاملة 4 كيلو. الشرفان سعره دلوقتي رخص جدا جدا جدا. كان الأول وصل لحد 35 و37 جنيه. دلوقتي الكتكوت أقل من 19 و20 جنيه. الحقي هاتي دلوقتي، لأن دلوقتي موسم تريح. الناس بتقولك أجيب إزاي والطيور تموت مني في الساقعة. هقولك تعالى أقولك التربية المظبوطة والكلام المظبوط. بصي، الكتكوت الصغنن ده الشرفان، الهجين والمشعر كان وصل سعره 7 وربع و7 ونص، دلوقتي عامل 5 وربع. الاسعار دلوقتي نزلت جدا يا جماعه خوفا من البرد. طيب انت ازاي تربي وتحصلك في طيورك من البرد ده؟ وصلي الاول على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصي يا اختي، انا بحط ايه تحت البطيات؟ التبن. التبن بقى احلى من النشاره. هقول لك بصراحه ربنا بيسخن المكان، بيسخن رجلهم، مفيد جدا. حتى لو الكتكوت اكل منه اعرف ان ده التبن ده بيتحط علف للمواشي، بيتحط تكملة في علف المواشي. طيب لما انا احطه وهم ينقروا فيه، مش ده صحي؟ اولا بحط اهو التبن. انت عارفة ليه حاطة الطوبة دي؟ والله العظيم ده حاجة ليه حاطة الطوب ده كده؟ عشان اقرب المسافه بين اللمبه وبينهم، فهم بيطلعوا يقعدوا تحت على الحجر الطوب ده، فبيدفوا، يبقى المسافه قريبه من اللمبه وبينهم. وبصي متدفيين ازاي، متحضنين فيها ازاي. بصي هنا نفس القصه، بس دول بقى شد حلوهم بالصلاه على حبيبك النبي. عايزه اقول لك ان الاسعار النهارده نزلت جدا جدا جدا. الحقي هاتي، وهقول لك على وصفات هتكبر طيورك اسرع مما تتخيلي. البط دلوقتي اسعاره حلوه جدا. بدل يا اختي ما تجيبي فرختين بيض وتاكليهم للعيال، هاتلهم بطيات. والبط ده اوفر واحسن، وهيكبر معاكي في 50 يوم باذن الله. هتحطي اكل ايه؟ هقولك هتحطي ايه بالصلاه على الحبيب النبي. اول حاجه، سواء كنا هنحط للكتاكيت او هنحط للبط، العلف ده شيء اساسي ما بنقدرش نبطله. في اول اسبوع بنخلط مع العلف فول الصويا، ده اساسي. انا لازم احط فول الصويا على العلف. وطبعا الكركم والجنزبيل والنشا ده شيء اساسي دلوقتي بنحطه. وهقول لك ليه بقى زودت النشا. هقول لك النشا لان النشا مش بس انه مغذي جدا، لا ده كمان لو الطيور جالها اسهال ولا اي حاجه من الحاجات اللي هي مضره بمعده الطير، لا ده يحافظ لك عليها ويضيع لك اي اسهال عندهم. ولا والاهم في ده كله بالصلاه على حبيب النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، مغذي جدا 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 فوق ما بتتخيلي. بصي الكتكوت في اسبوعين طلع له، بصي الديك هيظهر اهو. طيب عايزه اقول لك ان البط ده انا بس برفع فوق ليه، لان اللمبه عامله عاكس معايا في الاضاءه
اهي بصي خلينا كده، بصي البطايات. طيب هنصور هنا احسن. عايزه اقول لك بقى، هتحطي في اول حاجه النشا مع فول الصويا مع العلف، ده شيء اساسي. التوابل بقى والتحابيش والحاجه اللي هي محفزه للطير وتقويه جدا. حطي الجنزبيل والقرنفل معلش التليفون كان فصل مني. هتحطي على العلف وعلى الفول الصويا وعلى اللهم صل عليك يا نبي النشا. هتحطي معلقه جنزبيل ومعلقه كركم، لان الحاجات دي من الحاجات المهمه جدا اللي انت تحطيها لطيورك. زائد الميه بقى، الميه لازم نعمل لهم وجبه برضو اساسيه. هتحطي الشاي في الميه، تعملي الشاي. بصي هتعملي الشاي ازاي؟ زي ما انت بتشربي كوبايه الشاي، بلاش بخل، نعملها لهم حتى مرتين في الاسبوع، عشان لو جالهم اسهال، جالهم اي حاجه في معدتهم من الحاجات اللي هي بتخلي الطير يسهل، دي بتقدلوا نهائي على الاسهال. عايزه اقول لك هاتي دلوقتي الحقيقه، هاتي الطيور، الاسعار نزلت جدا 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 خوفا من الشتاء. طيب الارضيه تحتهم زي ما اتفقنا، التبن رخيص جدا جدا. انا جايبه ب20 جنيه. كل يوم احط كبشه بالصلاه على النبي، ما بصي تحفه تحفه، يدفي وفي نفس الوقت لو كلوا منه مغذي. اللمبة زي ما انت شايفة كده حبيبة قلبي، انا ما بطفيش اللمبة خالص، لا ليل ولا نهار. التدفئة بس كده. عايزة ايه تاني؟ محصناتك كلها في المية، حتى الحاجات اللي مفيدة فعلا بتحطيها في العلف. عايزة ايه تاني؟ بتربي بأرخص الأسعار، هخليك تربي من غير ما تتكلفي، وهتحسي ان التربية دي فعلا 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 أسهل حاجة عندك. حتى لو عايزة تربي ببلكونتك، تابعيني في فيديوهاتي وهقولك على الطريقة المظبوط والحاجة اللي تخلي ما فيش أي ريحة تيجي عندك. عايزة أقولك الحقي دلوقتي، هاتي دي فرصتنا إن احنا نجيب طيور رخيصة وفي نفس الوقت تكبر معانا بسرعة. في انهيار رهيب في الاسعار. هاتي اي نوع طيور واكتبي لي، وانا هقول لك تمشي معايا خطوه بخطوه ازاي، وهبعت لك فيديوهات كمان، وهخليك تربي من غير ما تتكلفي حاجه، ووصفات رهيبه هتعمليها عندك في البيت، هتكبر لك طيورك. زي ما دول كده بالله عليكم، دول كده عمرهم اسبوعين. انت شايفه ان دول كده عمرهم اسبوعين. بصي اديك يا اختي يا عسل، اسم الله عليك اسم الله عليك. عايزه اقول لك تابعيني في فيديوهاتي. الحقي دلوقتي، هاتي بط رمضان ده يا اختي، هكبرهولك قبل دخلة رمضان ب10 ايام، هتكوني دبحه وحاطاه في تلاجتك. اتمنى بقى ان انتوا جميعا تكونوا بخير يا رب وبصحه وسعاده. تابعوني في فيديوهاتي الجايه، هنربي. والحقيقاتي الطيور دلوقتي رخيصه. اسيبكم بقى في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.